إخوان أخوات، السلام عليكم. أتمنى يكون الجميع بخير وعلى خير في صحة جيدة. بالصدفة شفت واحد الوجه لأول مرة في حياتي، ما شفت إنسان غبي بحال هاد الوجه هذا. لا، سميتو فهد الشمري، وهو سعودي، ظاهر بالضرب موراه وظاهر بالكلام ديالو. أنا لم أرى في حياتي أغبى من هذا الشخص. يتكلم عن الدول الأخرى ويتكلم عن السياحة، في حين أن السياحة مهمة على الصعيد العالمي ومليارات من الدولارات، وهو بتحليل يعني سامبليست، يعني غبي، يعني لم يقرأ في حياته يوما كتابا اقتصاديا. لن أقول بأنه درس الاقتصاد أو شيء من هذا القبيل، لأن هذا الوجه ما درس والو، يعني غبي بما في الكلمة من معنى، بحيث لم أسمع قط يوما في مركز بحوث أو في كتاب باحث أو في جامعات الكلام بحال هذا النوع الكلام إطلاقا. ويتكلم عن الآخر بدلا يتكلم عن السعودية، ولكن أنا الغرض ديالي باش نهجم على السعودية ولا على السعوديين. يعني هذيك غباوة، لأن كنشوفها سيغ لي ريزو سوسيو. منين اكتشفت هذا الشخص شفت الهجوم عليه هو بكثرة وبحقد على السعودية والسعوديين. يعني من حق أي واحد يقول له علاش ما تدرس الهيكلة التجارة الخارجية السعودية وتشوف بأن اقتصادية يعتمد على أساس على البترول ومشتقاته. يعني لا ستركتور كوميرسيال دي زيكسبورتاسيون ديال بلاد السعودية البترول وهذه، يعني الفلوس اللي عندهم كاملين، الغنى اللي عندهم لم يعد كذلك، لأن أصبح البترول كيهبط في الأيام الأخيرة، كل شيء كيعتمد على البترول، غناء ولكن لا تنمية اقتصادية ولا والو. ومع ذلك يهتم. الله سمعوا شنو كيقول. مسألة مزاجية، مسألة وقتية، ليست عصب للأمم. هذول البلدان الطرابيش ركزوا على السياحة، تركوا الصناعة، تركوا الزراعة، عندهم أراضي خصبة عنده في الراس، مع بإمكانهم احتراماتي له، أن يستغلونها يعني ومياه، اللي عنده في الراس أحسن من ولكن لا، تركوا صاروا على البحار ويسوون منتجعات ويجلبون السياح من أوروبا ليتبولوا عليهم. شوف كلام للأسف السياحة مثلا في الأردن، إحدى بلاد الطرابيش، السياحة إيراداتها $2 في السنة. هذه اقتصادهم قايم على هالمليارين. اقتصادي لأول مرة أسمع هذا الكلام من أشياء مهمة، جاهل ركزوا على السياحة. المبادئ الاقتصادية ما زال كيعيش في القرن التاسع عشر. السياحة فيه الفلاحة هي أساس الاقتصاد. عندهم يفتخرون عندهم 12 مليون سايح، دخلهم وما زال كيعتقد أن الاقتصاد العالمي $8 كيهتم بالصناعة أكثر مما كيهتم بالتكنولوجيا المتقدمة. مازال 10 مليون ليتبولوا الناس كيقولوا له بوست اندستريال، ما بعد الصناعة، ومازال عاش في القرن التاسع عشر. هذا سميث هذا. هالسياحة هذه، ومصر 10 مليون سايح وحققوا $9 مليار. ليه هالبلدان تعتمد على هالسياحة؟ ليش يجيبون هالعالم تعالوا عندنا؟ أنا $8 مليار هذه، يعني إن السايح ينفق $1000 مثلا، مبلغ بخس، ما يسوى إنك تركز جهد البلد على هالسايح اللي جاي ينفق $1000. $8 مليار ولا شيء بالنسبة لبلد بإمكانه إنه يعمل في الصناعة والزراعة، زالها في القرن التاسع عشر هذا الرجل، أعمال التقنية، لكنهم لا، ركزوا على هالسياحة. اندمرت السياحة، المصطلحات ما حد جايهم. وش صارت؟ مجرد
شاليهات ومنتجعات وفنادق خاوية، شيء تنعق فيها الغربان، خسارة كبيرة. هذا هو الفكر اللي عندهم، فكر غريب. والشيء الثاني انهم يعتمدون على السياحة. ليش؟ يبون الراحة، شعوب معتمدة على الراحة. احنا جالسين يجوننا السياح وينفقون عندنا. اشتغلوا طيب؟ لا ما يعني ان السايح ينفق $1000 مثلا. وش هالسياحة هذه؟ ومصر 10 مليون سايح، وحق 12 مليون سايح دخل لهم قايم على هالمليارين. تركوا الصناعة، تركوا أشياء مهمة وركزوا على السياحة. المغرب السياحة فيه عندهم يفتخرون، عندهم 12 مليون سايح دخل لهم $8 مليار. جوكم 10 مليون ليتبولوا عليهم. شوف كلام غبي. و8 مليار دولار. مع العلم هالسياحة هذه. مع العلم أنه تكلم عن المغرب أنه يصدر البشر بميبغي، يعني عدم احترام للآخر، ويصدر البنات للدعارة، يصدر البنات للدعارة. حتى وإن كان صحيح، لو كان عربي كما يقول، إن في كلام آخر، في فيديو آخر يتكلم على العربي والشهامة العربية و ما كان شفنا لا شهامة لا والو. شفنا إنسان لا يعرف أن اقتصاد بلدي يعتمد فقط على البترول، وليس هناك أي اقتصاد بمجرد إن إيكونومي دو غونت، يعني لا مشى البترول ما عندهم مشتقاته وما عندهم والو إطلاقا، يعني ما عندهم والو حاليا بسبب لا شوت دي بترول ديال الأثمنة. أنا كنت درت عليها فيديو، والأسباب ديال هاد لا شوت ديال الأثمنة على الصعيد العالمي، وشرحت بين السوق نيويورك والسوق ديال لندن، وقلت الأسباب ديال شهر أبريل، لأن لي زاشا كيديرو شهر. دابا غنشوفو الأثمنة د شهر ماي. ومع ذلك حتى واحد ما فرح لانهيار الأثمنة، ولكن فقط كنقولو من الناحية السياسية شكون اللي ساعد على هذا الانهيار؟ السعودية، كورونا فيروس والطلب على البترول على الصعيد العالمي. بطبيعة الحال هنا هاد الشخص لا التهجم، شوفوا في واحد آخر كيتهجم من جديد على المغاربة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلني في الواتساب مقطع لأحد إعلاميي الطرابيش يبتهج من انهيار النفط، وقاعد يحتفل بهذه المناسبة بأنه هو يريد أن يرى الذل ولهذا كرامته. هذه جين من جينات العرب، من الله خلقهم، وهذا طباعهم. الفقير أكثر كرامة وعزة وأنفة من كونه غني. يمكن الغني يخاف أحيانا على تجارته وعلى علاقاته مع الله يستر من العرب، ولا أعتقد أنا غير زباين، سونس فيغوري دي لكن العربي انفقر، زادت عزته، زاد كرمه. الكرم أساسا ما يطلع إلا مع الفقر، وهي طبيعة فينا الكرم، طبيعة بالعرب من الله خلق العرب وهم كرماء يعطون. هل تحسبون العطايا اللي أعطيناكم إياها يا آل طربوش إنها يعني من حبنا لكم؟ لا، عندنا فينا الكرامة. هذه خصلة من خصال العرب اللي هي العطاء. سنة كسوة ودوها المكة بس هذا اللي محيرهم. كيف هذا اللي عطى الخبزة هذا؟ كيف؟ وش شكله هذا؟ ما هم عارفينه. حنا الكرم سجية من سجايانا، والعطاء أساسا والله فيها لكنه الغالبية مطربشين الطرابيش. فيكم أحد قال مثل قصيدة ابن شلاح المطيري
يقول املوا الجار وخلوا الباب قصر يشوق جاهلي. التهابه، لا جنمع الخل. كان عندكم واحد زال في كريم القبلية. قال مثل هالقصايد، ما تعرفون لم تعطون يدخلوا انتم لآل الإسلام طربوش. ولم يدخل العطاء لنا العصر حنا. المعاصر. بعدين الثقافة ديالو هو انخفاض او التفتح انهيار الله. النفط، الغباوة. احنا الحمد لله نستهلك 5 مليون برميل في الداخل هنا من النفط. تكلم على الاقتصاد العالم يقولون السعودي بس فيه غير بس بس البترول. تراكم استهلكتوه غباوة. بزياده. لا الكهرباء، تكنولوجيا لا الطرق، صناعة كيف قالوا هو، الحياة رغم أنه كلها، الصناعة لم المزارع تعتبر والديزل كذلك، يستخدمونه. ولات لا عندنا هاي تك استخدامات وما زال للنفط كيعيش مع الصناعة نستهلكه كله كأنه يعتبر. آدم سميث كل النفط هذا القرن نقدر التاسع نستهلكه. عشر. احنا ما فتحنا الخزان الثاني، خزان الغاز اللي عندنا حقل جديد في الأحساء، وين ما فتحناه الصناعة لها القرن الحين، التاسع مخلينه عشر ولا قاعدين الاقتصاد نطقطق الآخر؟ بالنفط شوي. تتكلم فقط عن البترول والغاز. ولها الحين ولا ما تقدر ديال الله. اشتغلنا بالصناعات التحويلية، البتروكيماويات هذه اللي نصدرها للعالم كانت سعرها جيد ونبيعها البترول بسعر جيد. والمشتقات لكن ما إذا عندهم والو انخفض سعر السعودية. البتروكيماويات دخلوا وشوفوا هيكلة التجارة الخارجية السعودية وتعجبوا. لا ينتجون شيئا. مئات آلاف الهكتارات من المزارع بس تنتظر مزارع للقمح، صفيرة بس، إشارة بس ازرعوا. بكلفة القمح عندنا الحين الكيس لأسباب سياسية 50 كيلو ب30 ريال، 25 ريال. يعني الكيلو بنص ريال. هذا القمح عندنا هنا. المساعدة الاجتماعية، ليس كل كلفاته الأراضي الحقيقية. الزراعية موجودة، بس ننتظر بس نبدأ الشغل فيها. احنا القمح قايم بس هم موقفينهم الدولة، قالوا نستورد. الله حق من كرمنا نستورد من العالم. خلنا نستورد من فلان، خلوا هذا هنا واستوردوا معنا خير. نستورد ونربح الآخرين. يقول ربي يرزقني متكون من ماذا؟ لا شيء. إلا مشى الروبينيت البترول المجاعة. شفت واحد الرواية هذه شي 10 سنين لكاتبة إنجليزية كتهضر وكتدي السياح السعوديين لأنها خيال ليس حقيقة، والسعودية وكتوري لهم المباني الكبرى اللي كانت عند السعوديين ما كان عندهم البترول والغاز، لأن كتقول بأنه يجي واحد الوقت يمشي والعلماء يقولون بطبيعة الحال منين يجوا ما نتجوا والو إطلاقا. يعني هذا الرجل هذا بطبيعة الحال السعودية احنا ماشي ضد الشعب، ولكن من يحكمون هناك ومثل هذا الشخص كلهم أغبياء. من يحكمون هناك ومثل هذا الشخص، أما الشعب ما بارئ منهم وفيهم ناس أذكياء وكثيرون، ولكن مع الأسف هاد الوجوه بحال هادو هما اللي شوهوا السعودية. صفاتنا الحين بس نزرع هنا، العالم كله يتكدس. اللي عنده بضاعة واللي عنده تجارة ما له مجال عندنا. حنا الزراعة موجودة والمكاين موجودات في المزارع، الرشاشات هذه موجودة، البيوت المحمية موجودة، السواعد الفتية موجودة، العلم موجود، 35 جامعة موجودة في فروعها في كل المحافظات، الطرق كاملة، شبكة القطارات. كل الطرق بنوهم الأجانب، العمارات الأجانب. السعودية لا تنتج شيئا باستثناء إنتاج الله ألا وهو البترول، وبتكنولوجيا غربية. لا يصنعون شيء، مستهلكون فقط. مستهلكون بالطبع، الشعب له القدرة، ولكن من يسير السياسة الاقتصادية في السعودية أغبياء مثل هذا الشخص. المطارات، المباني، كل المستشفيات، كل شيء مرتب. مستشفيات ما همنا من يعمل في المستشفيات والانهار، كل شيء قايم. الشعب العربي لا يخاف، ما هو مثلكم انتم. المال يا آل طربوش هو حياتكم. الأردنيين ليس عرب من وجهة نظر. هي حياتنا، العزة هي حياتنا. بنفهم فيكم بس ما تفهمون. لا ما تفهمون يا آل طربوش. لم أرى يوما غبيا مثل هذا. يتكلمون عربي، الله عليكم، لكن الله يعونكم. ما تعرفون